افرح افرح وعيد يابا، ابنك الكاتب والأديب الكبير انتهى من كتابه الكتاب العظيم. ما هو الطبل الورق هذا؟ هذا يابا، هذا عصارة سنين يابا، سنين من الاطلاع والتأمل والبحث. الله يجينا من البحث. وانت من اي قد بتألف؟ والله اللي نسيت اذا منك كاتب. انت كاذب، ابرد لك من الهدر هذا ما في نفسك. نفسي يابا انك تطبع لي الكتاب. والله ما بالله طبع وشك عرض السليم. يابا الكتاب هذا يابا بيغير مجرى البشرية، بيغير أحداث التاريخ. الكتاب هذا يابا بيخليك تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. ها ايش اسمه؟ خرير الروح. اخر من قبالي هذا الساعة، انه ما هو من اسمه هذا. فلسفة الكتاب خرير الروح، حين يملأ الإنسان الشر فتفرغ العواطف، حينها تنحدر الحضارات فتهطل الشياطين، تنبثق. قلنا خرير الروح أبا مش شخير الروح، خرير. عاد انت بتألفه؟ قد ألفنا يا بني فدالك، قد ألفنا وكملنا. يا ولدي لو انت شي صدق تتعلم وتعلف، اتعلم اول شيء من كبار العلماء والأدباء. وانا والله تعلمت يابا، انا تعلمت. اليوم رحت معرض الكتاب يابا، قابلت اكبر الادباء والشعراء والكتاب يابا. انت داري ان انا قابلت الكاتب الكبير كامل قشطمر. كامل قشطمر؟ انت قابلته؟ ايوه قابلته يابا، وقد احنا اصحاب تعرفت عليه وخلاص. ايش رايك يابا نعزمه عندنا؟ هيا اسمع، لو دسترت انتي اعرف اطبع لك الكتاب على حسابي. خرير الروح؟ قصدي يعني لو تغير اسمه. خلاص اخليه خراخر الروح.